السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا زي ما انتم متعودين اهو، المكان زي الفل والاكل على نظافه. صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الارنبه اللي ولدت ووريتهم لكم، اللي وريت لكم ولدت فين، عندي في الاوضه جوه بتعند معايا. امبارح حطيتها اول لما ولدت كده وصورت لكم الفيديو، حطيتها في البطاريه وحطيت معاها ولادها، رضعتهم مره وبعد كده لقيتها قلبهم قلبهم لي في البطاريه. وطبعا البطاريه الفتحات بتاعتها واسعه شويه، كانوا هيقعوا منها طبعا، لو وقعوا في الارض خلاص كده هيموتوا. فلحقتهم بصراحة، الحمد لله ربنا عالم بينا. يعني في أي حاجة بتحصل يعني أنا بطل عليهم كل شوية، ده دليل إن أنا ما بسيبهمش. فطول الليل مثلا قايمة قاعدة مش عارف ايه، طالعة الصالة بشرب بتاع، لازم أنا مولعة لهم اللمضة كده، ولازم أطل عليهم كده، أشوف يعني حاجة مثلا مايلة شوية، ما عندهمش أكل، لا المكان مش نظيف، كنسة وركنه لهم على جنب. طبعا مسؤولية عليا، مش هقول لكم لا، لان العدد زي ما انتم شايفين. انا بحمد ربنا طبعا، وده رزق واكل عيشي. حبايبي اللي بيقولوا لي صور لنا فيديو للتسويق، بصوا حبايبي، انا التسويق انا بيقولي لحد البيت ومش ملاحقه. يعني انا في ناس كتير مش برضه بيع لهم، بيقولي بيفصلوا في السعر. لا، اشوف الحاجه قبل ما تدهاني، وانا استحاله ان انا اوري لها حاجه وادخلها تاني على التانيين. ما ينفعش حاجه تخرج وحد يشوفها وادخلها تاني، او ما ينفعش ان انا اجيب حد يخش يبص على الحاجه وينقي والكلام اللي هم عايزينه دوت. تمام، انا باخد حاجه، يعني اللي عايز للذبيح باخدهم. اسكت هذبحهم عندي في البيت، اسكت هوديهم للفراخ يذبحهم وننضفهم واوديهم جاهزين يعني للناس، سواء كده او كده. انا مش بقعد في اسواق ولا كلام من ده. ثواني بس عشان دولت وقعوا اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى انتوا هتاكلوهم، ده مش دول مش اكل، دول للعب بس، اوعوا اهو. بصوا حبايبي اهو، اهم الاربعه اللي انتوا شفتوهم. اوريهم لكم برضه عشان تبقوا شايفينهم كويس. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا اللي مرضعاهم الرضاعه ديت اهي. بصوا بطنهم الله اكبر مننا، ما شاء الله عليهم زي الفل. هو واحد بس اصفر اهو، بصوا بطنه الله اكبر اهو، كلهم كده. دوت الضعيف اللي انا كنت بقول لكم عليه، الله اكبر. بصوا شم نفسهم ازاي وبقوا حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك يا رب. غمض، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا حبايبي، دي طريقتي في التسويق. ما عندنا سوق، يعني احنا عندنا سوق خضار، ولو لقينا واحده مثلا قاعده ببط ولا حاجه او بفرختين بلدي وبتاع، على قدينا. السوق بتاعنا مش بتاع فراخ بس او بط بس او حاجات من دي او طيور بس، لا احنا السوق اللي عندنا دون بتاع خضار. ما الارانب بالذات يعني محدش بيعمل عندنا في السوق بيها، بيقعد بيها، لان الارانب محدش لاقيها اصلا عندنا. الارانب قليله جدا، وناس كتير قوي بتقول لي يعني بتبقى عايزه، انا اللي مش برضه اديهم زي ما بقول لكم كده، بيتامروا وبتاع وبيتشرطوا على حاجات معينه. لا انا مثلا اللي حاجز عندي بديله. بعدين انا اللي مخليني سايباهم كده، لان انا في حاجه في دماغي هعملها ان شاء الله، يا رب بس تنجح، هقول لكم عليها بعد كده. ده اللي مخليني ان انا ايه، مش يعني مش عايزه افرط فيهم. اليومين الجايين ان شاء الله هوريكم انا هعمل ايه. ربنا بس يصلح حالنا ان شاء الله، واقدر اعمل اللي في دماغي دوت. ان ما كانش كده هطلع بقى يعني هطلع اكتر من نصهم وهخلي الباقي. وعلى دخول الشتاء ان شاء الله هيبقى عندي مثلا 8 او 9 نتايات بتولد،
ومن وراهم رزق كتير ان شاء الله، يعني من غير مقاطعة. ربنا ما يجيب حاجة وحشة ان شاء الله. فطبعا كل اسبوع او كل 3 4 ايام ببيع 2، ببيع 3، ببيع 5، ببيع 6، حسب الطلب اللي عندي. والله انا ما بروح اسواق ولا بلف ولا بعمل. بس لو انتوا عايزين اصور لكم لما اخد الحاجة مثلا اذبحها. انا عاملة فيديو على فكرة قبل كده بان انا لما وزنت وذبحت وكيست وبعت. بس لو انتوا عايزين ال- الموضوع ده تاني انا هعمله لكم. فكل واحد وطريقة تسويقه غير التاني. يعني انتوا عندكم سوق هيبقى سهل عليكم قوي، لان لو وريتوهم لحد او وريتوهم لبتاع فراخ اتفقتوا معاه هياخد منكم الانتاج كله. انا كان عندي هنا بصراحة اول ما بدأت ابيع كنت ببيع لبتاع الفراخ، بس هو بصراحة مني بيكسب. فانا ما كنتش بكسب فيهم قوي. يعني مثلا لو انا هبيع الكيلو ب100 جنيه، هو كان بياخده مني ب90 ب95 عشان هو يرزق برضه. فبرضه لما كنت بلاقيهم كتير كنت بروح مدياله واقول له خد، عشان بس يعني الاكل غالي وكده مش هقدر يعني احط دول على دولت واجيب شكاير علف واجيب بدوخ على العيش. التنظيف برضه مش سهل. فكنت بديله بقى بصراحة. اما بقى الوقت لما من ساعة ما فتحت القناة وانا والله العظيم 3، اقسم بالله انا الباب بيخبط عليا ناس ما اعرفهمش، بيقولوا لي احنا ما عرفناش ان انت بتبيع ارانب، وعلى فكرة من جنبينا انا ما اعرفهمش. قالوا لي يعني بتبيع ارانب؟ طب انت ما قلتلناش ليه؟ ده احنا ما شفناش الا على النت. دي احنا عايزين. وطبعا ده بياخد وده بياخد، وده بيقول لي دوت وده بيقول لي دوت. زي العسل الحمد لله. ربنا يحسن سوقهم يا رب. والله العظيم كل اللي خد مني حاجة شكر فيها وبيرجع تاني، بيرجع لي تاني وعايز تاني، واخواتهم وقرايبهم وده وده. والاقي واحدة جارتي بتقول لي ده اختي قالت لي هاتيلي من ام ياسمين. انا معروفة طبعا هنا بام ياسمين مش ام حمزة. فدي طريقة تسويقي هنا. هو كل واحد وكل بلدة ولها، كل بلد طبعا في لها تسويقها. انت تقدر تسوق هنا او تقدر تودي بتاع فراخ، او مثلا جيرانك لما يعرفوا لو حد بس خد منك 2 ولا حاجة ودقهم وهيرجع لك تاني، اكيد هيرجع لك تاني. تمام. يعني انتوا مثلا اول ما هتبداوا المشروع هيطلع عندكم مثلا انتاج كام؟ 10 12 هيكبروا. ده مش غلبة ان انتوا توزعوا 12 ارنب يعني. ده لو كل اسرة هتاخد 2 او كل حد من جيرانكم هياخد 2. بس اوعوا بالله عليكم، اوعوا حد يشوف الارانب. اوعوا حد يشوف الارانب وترجعوها تاني مكانها. يعني خلاص ادام الارانب خرجت ما ترجعش المكان تاني. دي نصيحة مني ليكم. محدش يشوفها وترجع المكان تاني بالله عليكم. وما ينفعش برضو في نفس الوقت ندخل حد على الحاجة ويشوفها وينقي والكلام ده. الحاجة مش هتنفع خالص، حتى لو ما بانش في وقتها هيبان بعد كده. الارانب بتتخض، والارانب اول ما بتشوف حد غريب بتتعب وبتروح. ربنا يسترها ان شاء الله علينا وعليكم. وانا برضو مش هحرمكم من اي حاجة ان شاء الله. لكم فيديو برضو بالتسويق على قد ما اقدر، يعني بطريقة تسويق انا، بالتسويق اللي انا بعمله هنا. انت بتصطاد ولا ايه؟ انت بتصطاد ارانب؟ بتصطاد ارانب بدل ما تصطاد سمك؟ اوعى بس الخشبة تقع عليهم. بتصطاد انت؟ طبعا برضو هعمل لكم فيديو لو انتوا مثلا عندكم طيور زي كده او ارانب بالاخص. انا بتكلم على الحاجة اللي انا بعرف فيها. بعرف في الطيور كلها، بس حكم شغلي في الارانب ده طبعا زادني خبرة على خبرة على خبرة. فانا هقول لكم برضو لو انتوا حبيتوا تسيبوا الارانب يومين او 3، لو انتوا هتروحوا مثلا مصيف او هتطلعوا مكان مش موجودة في البيت يومين 3، هوريكم هعمل لكم الفيديو ان شاء الله مخصوص بالموضوع دوت ان شاء الله. وهتبقى الحاجة في امان، وهتروحوا وهتيجوا بألف سلامة، هتلاقوا الحاجة زي الفل ما فيهاش اي مشكلة. هوريكم هنعمل ايه بالظبط. بس يا ريت تحطوا لي اللايك، واللي ما اشتركش يشترك معايا في القناة. وهفاجئكم برضو مفاجأة زي الفل. انا
عارفة بتفرحوا لي، والحاجة اللي بتفرحني هتفرحكم ان شاء الله. هفاجئكم الاسبوع ده باذن الله ان انا هفعل القناة ان شاء الله بوقفتكم جنبي. تميت الشروط الحمد لله، وبدأت في تفعيل القناة. ربنا يبارك لكم يا رب ويصلح حالكم زي ما انتوا وقفتوا معايا وساعدتوني. مش هنسى جميلكم، الناس المحترمة اللي معايا واللي بتبعت التعليقات وبتشاهدني، بتحط لي اللايك. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم وحالنا يا رب. وهعمل لكم فيديو لما افعل القناه وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط. طبعا مش هيبقى فيديو مخصوص لان انا مش بحب احرق كتير في حاجه زي كده بره المحتوى. بس هعرفكم برضو انا عملت ايه للناس اللي هي عايزه تفعل قناتها وعايزه تشتغل وتسعى فيها. ان شاء الله هقول لكم على كل حاجه باذن الله. واتمنى بس ان اكون ضيفه خفيفه على قلبكم واستفدتوا مني حتى لو بمعلومه صغيره. اشوف وشكم بخير. ما تنسوش اللايك. السلام عليكم.